الحلقة الثانية من ممارسة الرياضة في خلال شهر رمضان. ماشي غير الرياضة بوحدها اللي كافية انك تحسن من اللياقة البدنية ديالك خلال شهر رمضان او تشد لا فورم ديالك خلال شهر رمضان، او الا بغيتي تنقص في خلال شهر رمضان. يعني الرياضة بوحدها ما كافياش، خاص ضروري ولا بد من تنقية السعرات الحرارية، يعني تاخذ السعرات الحرارية يكونوا نقيين هكا باش تقدر تضمن ان الجسم ديالك يوافق على هذاك الشروط ديال الصيام اللي غادي تصوم بها انت في شهر رمضان. ما يمكنش انت صايم النهار كامل على الماء على الماكله ما نعش مزيان، ومنين تجي الوقيته ديال الماكله تولي تاكل غير هكاك، ومنين يخرج رمضان ما غاديش تلقى النتيجه اللي بغيتي. يعني غادي تقول لا كذا وحكا راه ما تنقدرش نطيح، لا انت ما خليتيش الجسم ديالك انه يساعد راسو باش ينقص. كيف ما تنعرفوا ان التغذيه في شهر رمضان كتكون مختلفه على الايام العاديه، يعني الايام العاديه راه تناكلوا على طول النهار، تنشربوا على طول. في رمضان راه ما تناكلوش من الفجر حتى المغرب. يعني هنا الجسم كيفتقد بزاف ديال العناصر الغذائيه اللي غادي يمارس بها النشاط اليومي ديالو. يعني الجسم خاصك تعرف شنو تعطيه في الوقيته ديال الماكله. كيف ما تنعرفوا حنا في رمضان تيكثروا الشهيوات، كيكثروا المعجنات، الملوي، البغرير، داك الماكله غير زايده، يعني ما غادي نستافدوا منها والو. يعني غير الجسم ملي تيكون صايم كيبغي بزاف ديال الحوايج، وملي كيتحطوا عندك هذوك بزاف ديال الحوايج راه ما تاكلهم حتى حاجه. يعني غير كتضيع داك اليوم ديال الصيام وصح. الجسم كيكون محتاج لواحد العناصر غذائيه بسيطه، انت كتعطيه بزاف ديال الحوايج اللي ما غاديش يستقبلهم وغادي يحولهم لك للشحمه. يعني الا حاولتي انك في رمضان تنقي الماكله ديالك وتاكل واحد الماكله اللي صحيه واخا تكون بسيطه، راه غادي تشبع. الجسم راه واخا تعطيه ما عرف شنو غياكل، راه كياخذ داكشي اللي محتاجه هو من العناصر الغذائيه اللي معروفه بالكربوهيدرات، بالبروتينات، من الدهون الصحيه، راه هادشي اللي غادي ياخذ. يعني واخا تعطيه انت حولي غتاكلو كامل وبقرع كامله راه ما غتستافد منه والو، غير الجسم غياخذ داكشي اللي بغا. يعني في الخلال ديال شهر رمضان حاول انك تنقي الماكله ديالك، وحاول انك تاكل الماكله نقيه، وحاول انك ما تاكلش بزاف، خاصه الناس اللي بغاو ينقصوا. يعني اللي بغى ينقص هذا الشهر راه كيكون شهر ممتاز بالنسبه للناس اللي بغات تطيح الوزن، وبالنسبه للناس اللي بغات تشد لا فورم ديالها. يعني الا بغيتي تطيح بالوزن حاول انك زيد من سرعه ديال انك تنقص. حاول انك من تكون الفتره ديال الماكله ما تاكلش بزاف، كل بشويه، كل ماكله نقيه راه ما غاديش تموت. وشرب الماء مزيان، يعني كل ما شربتي الماء مزيان في رمضان غادي تخلي الجسم ديالك في النهار انه مرطب على الاقل واحد 4 سوايع حتى ل5 سوايع قبل انه يطرح ذاك الماء. على الاقل الجسم ديالك تيكون مهيدراتي، يعني كيكون شارب الماء منعش، فهمتيني، تيكون الجسم ديالك منعش، هي هيدرات. يعني في خلال شهر رمضان اللي بغى ينقص يقد الماكله ديالو، ويحاول انه يبعد على المعجنات، ويحاول كذلك يبعد على هذوك الامور اللي غادي تخربق ليه الوزن ديالو، ويتريني على الاقل 45 دقيقه حتى لنص ساعه حتى لساعه قبل الافطار. علاش قبل الافطار؟ باش تخلي الجسم انه يساعد راسو براسو على حرق المزيد من الدهون، حيت الفتره اللي كيكون الجسم خاوي، يعني المعده خاويه وانت كتزيد تريني عليها، راه الجسم كياكل راسو من راسو، يعني كيحاول انه يجبد الطاقه من بلاصه اخرى. وهكا الا ساعدتي الجسم يجبد الطاقه من الشحمه كون اكيد مع يسالي رمضان ما غادي تلقى نتيجه زوينه وغادي ترضي على راسك. اذا في شهر رمضان نحاول انني ما ناكلش بزاف، وناكل داكشي يكون نقي، سعرات حراريه نقيه، نعبر الماكله ديالي ونعرف شنو تناكل، وما نكثرش من بين الوجبات. كيف ما تنعرفوا ان الساعات الاكل في رمضان ساعات قليله، يعني خصني نعرف ناكل، واخا ناكل بزاف ولكن ناكل ماكله نقيه، السلطات، بروتينات، مكسرات، يعني الامور اللي غادي الجسم ديالك يفرح بها. لهذا ما تاكلش بزاف في شهر رمضان.